بسبب مسلسلات رمضان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيصدر قرار مهم جدا، واسفة على صوت البطة دي بس الجو عامل فينا على الحلزونة يما الحلزونة. رئيس مجلس الوزراء قال ان في تعليقات جات له ان الاعمال الدرامية المعروضة في رمضان مش بتعبر عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري وأكيد قيم الأسرة المصرية، ولذلك وجه بتشكيل مجموعة عمل تعني بوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما، وده بيحصل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان بعد تعليقه على موضوع دراما رمضان والأعمال الهادفة. بنضحك عليه كتير، والدراما في رمضان عاملة حاجات كتير، فما يجرش ان يبقى في حاجة حاجة كده تبقى جد شوية. مجموعة العمل دي اللي هتحط الرؤية المستقبلية للأعمال الدرامية هتضم خبراء ومتخصصين من أساتذة إعلام وشركات الإعلام بما فيهم الشركة المتحدة. أضافوا بند مهم جدا ده تضمن عدم قيد حرية الفكر والإبداع. في نفس اليوم اللي بيحصل فيه ده المخرج محمد سامي بيعلن الآتي: وداعا الدراما التلفزيونية. ومنشور ليه على فيسبوك قال إنه هيعتزل العمل الدرامي، مش هيشتغل تلفزيون تاني، وان السنه دي كانت اخر سنه ليه في التلفزيون. مفيش مسلسلات رمضان من اخراج وتاليف وكتابه ورؤيه محمد سامي في المنشور قال ان سيد الناس وايش ايش حققوا نجاح كبير جدا. هو كان متخذ قرار ان هو هيبطل التلفزيون ده من فتره، وانه هيتفرغ سنتين ان هو هيدرس او هيعمل حاجه هو نفسه يعملها، وما قالش هي ايه. الناس طبعا ربطت الموضوعين ببعض، تشكيل المجموعة اللي هتحط رؤية الإعلام والدراما التلفزيونية واستقالة محمد سامي من العمل الدرامي تماما. تفتكروا هما فعلا مربوطين ببعض ولا دي صدفة في التوقيت؟ لو مش مربوطين ببعض تفتكروا ايه هي الأعمال الدرامية اللي رئيس مجلس الوزراء كان بيتكلم عليها انها لا تمثل المصريين ولا تمثل قيم الشعب المصري؟ اكتبوا لي في الكومنتس تفتكروا ايه المسلسلات اللي بيتكلم عليها، ولا ملناش دعوة، سيبك انت من كل ده. انت اخبارك ايه يا برو؟